بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. سلسلة سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الحلقة 14، موقف محمد بن أبي بكر الصديق من مقتل عثمان رضي الله عنه. محمد بن أبي بكر الصديق ليس هو من الصحابة، ثم إنه لم يصح اشتراكه في قتل عثمان رضي الله عنه ولا في التحريض عليه، وقد أثبت بعض العلماء روايات تبين تراجعه عن المشاركة في قتل عثمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة، فهو ليس من الصحابة لا من المهاجرين ولا الأنصار، وليس هو معدودا من أعيان العلماء والصالحين الذين في طبقته. ثم قال: وأما محمد بن أبي بكر فليس له ذكر في الكتب المعتمدة في الحديث والفقه. وقال ابن كثير: والصحيح الذي فعل قال ابن كثير: ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلت في حلقه، والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره، وأنه استحى ورجع حين قال له عثمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها، فتزمم من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجز دونه فلم يفد، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. فمحمد بن أبي بكر لم يشترك في التحريض على قتل عثمان ولا في قتله، وكل ما روي في اتهام بذلك باطل لا صحة له، باطل لا صحة له، فهو لم يشارك في قتل عثمان رضي الله عنه. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله: أكان في من قتل عثمان رضي الله عنه أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: كانوا أعلاجا من أهل مصر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا أحد من السابقين الأولين دخل في قتل عثمان رضي الله عنه. وهذه النصوص وأمثاله تبرئ ساحة الصحابة رضي الله عنهم من دم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن عبد البر: وقيل إن محمدا شارك في دم عثمان رضي الله عنه، وقد نفى جماعة من أهل العلم والخير أنه شارك في دمه، وأنه لما قال عثمان رضي الله عنه: لو رآك أبوه لم يرضى هذا المقام منك، فخرج عنه وتركه، ثم دخل عليه من قتله، كما نقل عن كنانة مولى صفية بنت حنين رضي الله عنها، وكان ممن شهد يوم الدار أنه لم ينل محمد بن أبي بكر من دم عثمان رضي الله عنه بشيء. وفي هذا بيان براءة محمد بن أبي بكر الصديق من مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنما الذي قتله هم الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون، وهم كنانة بن بشر وعمر بن الحمق وعبد الرحمن بن عديس وغيرهم ممن خرجوا على عثمان وفرقوا جماعة المسلمين بهذا الخروج. فرضي الله تعالى عن عثمان أمير المؤمنين الخليفة الشهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وبهذا يعلم أن محمد بن أبي بكر لم يشارك في قتل عثمان، لا هو ولا غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم.